السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي معايا في فيديو جديد، ونتمنى تكونوا كامل بصحة وعافية. جيتكم من جديد بوصفة جديدة ومن ضمن وصفات عيد الأضحى. اليوم راح نبارطاجي معكم بإذن الله وصفة الشمنكة ولا الكمونية ولا البكبوكة، كل واحد كيفاش يسميها بطريقة أكثر من رائعة وبنينة ياسر ياسر، ومتأكدة إذا جربتوا هذه الوصفة راح تعتمدوها. وأيضا راح نبارطاجي معكم خبز من أروع ما يكون بالسميد وفرينة القمح الكامل، يجيكم طري ومفشفش، يصلح تغمسوا به ولا للساندويش كما حبيتوا توظفوه. وقبل ما نبدأ الفيديو دائما ما تنسوش تحطوا لي الإعجاب وتشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء وفي المواقع باش يوصل الأكبر عدد من المتابعين. وأيضا نحب نشكركم على دعمكم المتواصل. وطبعا إذا حابين تعرفوا الوصفة ومحتوى الفيديو كملوا معي للأخير، فرجة ممتعة. وقبل ما نبدأ الفيديو نسموا بسم الله ونصلوا على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بسم الله نبدو. واش نحتاجوا في الوصفة تاعنا؟ نحتاجوا طبعا الشمنكة ولا الدوارة، كما كل واحد كيفاش يسميها. وعندي حبتين بصل متوسطين، راس ثوم، عندي كمشه مليحه من الحمص، وعندي طرف اللحم هكا بدون العظم، قصيته طريفات صغيره تقدروا تستغنوا عنه. عندي ايضا حبه طماطم متوسطه، فلفل شايح وفلفل الاخضر الحار، وعندي ورقتين تاع الرند. هذم تقريبا المقادير اللي نحتاجهم مبدئيا. ونروحوا مع بعضنا نبدو الوصفه تاعنا. هنا رحت للكوكوط تاعي وحطيت حوالي 3 مغارف كبار الى 4 مغارف كبار تاع الزيت، وحطيت هذيك الشمنكه تاعي. هذه شمنكه كنت حضرتها يوم العيد، خدمت العصبان والباقي درتها شمنكه. راح نحطهم في الكوكوط. هنا راهم مجمدين كما راكم تشوفوا. وراح نحط معاهم هذاك اللحم اللي كنت طرفتها طريفات صغيره. وراح نحط ايضا الحمص في المرحله هذه الاولى. في المرحله الاولى راح نقلوا الشمنكه تاعنا واللحم والحمص، وحدهم مع بعضهم ورقه الرند بهذا الشكل. راح نفتح النار في المرحله هذه ونديرها على الوسط حتى يبدا هذا من المقادير هذم يسيبوا في السوائل تاعهم باش يتقلوا. هنا درت حتى الفلفل الشايح، غسلته ونحيت له هذيك الزريعه اللي فيه وطرفته وحطيته. راح نغطي الكوكوط تاعي بالغطاء تاعه ولا باي غطاء اخر باش يتقلوا. راح نغطيهم كما قلت لكم، النار راهي وسط، ونخليهم يتقلوا حتى يبداو يذوبوا ويتقلوا مليح مليح. لازم على الاقل مده 15 دقيقه يتقلوا مليح مليح، لكن ساعه ساعه هكا نحركهم، ما نخليهمش ونروح. والنار ما تكونش قويه كما قلت لكم. اذا كانوا ما همش مجمدين نقصوا النار، ما تخلوهاش النار قويه. هنا كما تشوفوا تنحى لهم التجميد وبداو يتقلوا. هنا خليتهم على الاقل ربع ساعه تقلوا مليح مليح. في المرحله هذه راح نضيف مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره وراح نخلط بهذا الشكل. هنا راح ننقص النار في المرحله هذه، لانه هنا في المرحله هذه خلاص راهو بقى غير الليدام تقريبا وهذاك المقادير اللي حطيناهم. وراح نبدا نتبل. حطيت الملح وراح نحط الفلفل الاسود، وراح نحط ايضا لفاح. هنا زدت الفحل لانه هذه مغرفه صغيره ياسر. نحطوا حوالي مغرفه كبيره ما تكونش مقببه. هنا حطيت مغرفه صغيره تاع الاكليل. وراح نخلط. راح نضيف ايضا الفلفل العكري حار ولا حلو كما حبيتوا المتوفر عندكم. درت مغرفه صغيره مليانه. وعندي ايضا هذه الاضافه اختياريه انا نحب نضيفها. عندي حبه بطاطا متوسطه، قطعتها ككريات صغيره وضفتها، وراح نقليها ايضا مع باقي المقادير. كما تشوفوا الشمنكه هذه ولا الكمونيه نص طيابها في التقليه. هنا عندي الدبشه مجففه ضفت. اذا ما عندكمش المجففه ضيفوا هذيك النورمال. وراح نخلط ونخليهم يتقلوا. دائما راهم يتقلوا، النار راهي ناقصه في المرحله هذه. راح نعاود نغطيهم ونخليهم يتقلوا. ننقص النار ونخليهم يتقلوا على الأقل مدة 10 دقائق أخرى. ودائما مع مواصلة التحريك ما نغفلش عنها. بعد ما تقلت مليح مليح وكما شفتوا نشفت كامل، راح نضيف لها هذيك حبة البصل وحبة الطماطم والفلفل هذاكم رحيتهم كامل مع بعضهم، والثوم أيضا. الطماطم والبصلة والثوم والفلفل الحار، اللي ما يحبش الحرور ياسر ينقص.
وراح نخلطهم ونعاود نغطيهم ونخليهم يتقلوا. هالمره هذه ما نخليهاش تتقلى ياسر، حوالي 5 دقائق فقط، والنار دائما راهي ناقصه. ومن بعد راح نكملوا مع بعضنا باقي المراحل. هنا بعد 5 دقائق راح نمرقها. في المرحله هذه راح نضيف كميه هكا لبس بها من الماء، لكن ما نزودوش باش ما تطولش في الطياب. كما تشوفوا غطيت كامل هذاك المقادير اللي عندي، ما نبلغوش في اضافه الماء كما قلت لكم. ومن بعد راح نسكر الكوكوط تاعي عفوا، ونحط الصفاره ونحسب لها اول ما تبدا تصفر راح نحسب لها 25 دقيقه. النار تكون وسط ما تكونش قويه، ونفتحها. اذا في حاله ما اذا لقيتها ما زالت شويه ناقصه طياب راح نعاود نسخن شويه ماء ونضيف لها الكوكوط تاعي حتى تطيب تماما. ونروحوا نحضروا مع بعضنا الخبز اللي شفتوه معايا اول الفيديو. وإذا وصلتوا لهذه المرحلة أمانة حطوا لي لايك فضلا وليس أمرا، لأنه الإعجاب هو اللي راح يطلع الفيديو. نروحوا نحضروا الخبز تاعنا. واش احتاجت؟ شفتوا الصحفه هذه درت 2 صحفات سميد و2 صحفات تاع فرينه القمح الكامل، حطيتهم مع بعضهم. سميد رقيق، وراح نضيف مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره وربع تاع خميره الخبز، وراح نضيف ايضا الملح مغرفه كبيره، وراح نضيف ايضا مغرفه تاع الخل، وراح نضيف ايضا 3 إلى 4 مغارف كبار تاع الزيت، زيت العادي ولا زيت زيتون كما حبيتوا، 3 مغارف كبار تاع الزيت. ومن بعد راح نبدا نلم العجينه تاعي بالماء. هنا رانا في الصيف ما لازمش ندفوا الماء ياسر، اذا كنا في الشتاء ندفوا الماء تاعنا. راح نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على عجينه نورمال، ما تكونش طريه تتلاصق المهم، وايضا ما تكونش هكا قاسيه يابسه ياسر. هنا دلكتها حوالي 3 الى 4 دقائق هذا الشكل. هذيك الصحفه تهز لي كاس ونص تاع سميد. اذا درتو بالكاس كل صحفه فيها كاس ونص تاع سميد ولا تاع فرينه. خلاص بعد ما دلكت العجينه تاعي راح نغطيها بكيس بلاستيكي، ونغطيها ايضا بمنديله ونخليها تخمر ويضاعف الحجم تاعها. هنا راهي سخانه مش راح تشد لكم الوقت، 20 الى 25 دقيقه لا اكثر راح تكون خمرت وتضاعف الحجم تاعها. ونروحوا مباشره باش نطيبوا الخبز تاعنا. هنا كما تشوفوا العجينه تاعي الله يبارك راهي خمرت وضعف الحجم تاعها. مباشره حليت الطابونه تاعي وحطيت الطاجين باش نبدا نطيب، لان هذا الخبز سهل ماهل، خمره واحده فقط وراح تبدي تطيبي. راح نقرص بهذه الطريقه، راح نهز بالقرصه واحده. العجينه الباقيه راح نغطيها، نهز هكا طرف من العجين على حسب انتم واش حبيتوا الكبر تاع الخبزه، وقرصتها بهذا الشكل. راح نخليها حوالي 2 الى 3 دقائق لا اكثر باش تتنفخ معكم، لانه كل ما خليتوها تخمر اكثر مش راح تتنفخ. نخليها مده 2 الى 3 دقائق ونهزها نرميها في الطاجين. وكي نرمي الاولى في الطاجين نعاود نقرص واحده اخرى بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. وهذا الخبز تاعي راهو فوق الطاجين. وكما تشوفوا اول ما نرمي الخبز تاعي راح نحسب 20 ثانية ونقلبها باش يتنفخ معكم، لازم تقلبوه كل 20 ثانية. وهذا شكل الخبز تاعنا الله يبارك راح يجيكم كامل منفخ وفيه البابا. تقدروا تديروا به هكا سندويش ولا تغمسوا به كما حبيتوا. راح نكمل كامل الخبز اللي عندي، هذيك الخبيزة صغيرة تاع ماريا. نكمل كامل الخبز بنفس الطريقة ونشوفوا من بعد في شكلها النهائي. هنا بعد ما كملت الخبز تاعي هنا رجعت لكم للاشمنكة ولا الكمونية. هنا خلاص راهي طابت، حليت فقط النار باش تعاود تعقد شويه. للامانه انا زدتها كاس تاع ماء دافي. هنا النار راهي قويه باش تعقد الشمنكه تاعنا. رميت لها الفلفل ورميت لها القارص وايضا الكمون الاخضر، لكن هنا ما بانش في التصوير. خلاص في المرحله هذه راهي طابت، راح نطفي النار ونروح نشوفوا وصفتنا في شكلها النهائي. وفي الاخير هذه الوصفه اللي كنت شاركتها معكم، الكمونيه ولا الشمنكه ولا البكبوكه كل واحد كيفاش يسميها. وهذا الخبز صدقوني هذا الخبز خفيف ظريف وليه يحضر، خاصة رانا في الصيف مش راح يشد وقت ياسر هكا في الاختمار. وبما انه مخلط بين فرينة وسميد راح ما يحتاجش انه تعجنيه ياسر، 3 الى 4 دقائق فقط راح تكملي تعجنيه. وهذا شكله في الاخير راح نفتح لكم باش تشوفوه كيفاش يجي من الداخل. ملاحظة فقط اللي محبش يدير الفرينة تاع القمح الكامل تقدروا ديروه بسميد وحده، لكن يكون هذاك الرقيق ياسر وراح ينجح معكم، لانه راني مالفه نخدم بها غير بسميد وحده. لكن في هذا اليوم ما كانش عندي السميد هكا القدر الكافي، خلطت بالفرينة تاع القمح الكامل وهذا شكلها من الداخل. نتمنى انكم تجربوا الشمنكه ولا الكمونيه بهذه الطريقه، صدقوني راح تجيكم بنينه.
وفي الاخير كما نقول لكم ديما، هذا الفيديو تاعي تاع اليوم ان شاء الله عجبكم ونال رضاكم، وان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. ودائما ما تنسوش تدعموني بالاعجاب والاشتراك والبرتاج، ودمتم في رعاية الله، الى اللقاء.